في يوم عادي جدا أبويا نزل يصلي العشاء كالعادة، وهو معروف في المنطقة إنه بيحب يقعد شوية بعد الصلاة يقرأ قرآن ويصلي ركعتين زيادة. بس المرة دي حصلت الكارثة الكوميدية الكبرى. الراجل المسؤول عن الجامع افتكر إن الناس كلها خرجت، فقام قافل الباب بالمفتاح وراجع بيته، وهو مش واخد باله إن أبويا لسه جوه بيصلي في آخر ركن. الوقت عدى وإحنا في البيت قاعدين مستنيين أبويا يرجع، والدنيا بقت متأخرة شوية. فجأة ميكروفون الجامع اشتغل لوحده، وسمعنا صوت مألوف جدا بيقول بصوت عالي: يا ناس، يا أهل الخير، افتحوا الباب، أنا محبوس جوه الجامع. أنا حرفيا وقعت من الضحك، وأمي ماسكة بطنها من كتر ما مش قادرة تتنفس. الناس في الشارع افتكروا إنها مزحة وقاعدين يضحكوا ويصوروا، والجامع كله قلب دوشة، لحد ما جارنا الحاج حسين سمع الصوت وجري بسرعة وفتح الباب. وأبويا طالع وشه أحمر من الإحراج وهو بيقول: خلاص يا جماعة، من بكرة هصلي في جامع تاني. ومن يومها لحد النهاردة كل ما حد يشوفه في الشارع يقول له: إيه يا عم الشيخ، قفلوك تاني ولا لسه؟